ايه يا محمد يا صبحي، في ايه؟ ايه يا محمد يا صبحي؟ مش عارف تمسك الكرة؟ خلاص ده فاضل دقيقتين يا عم. مش عارف تمسك الكرة؟ الكرة سخنة. طيب يعني لو الكرة سخنة قول لي. ما هو ده مش منطق. ده مش منطق ان انت في اخر دقيقة تعمل حاجة زي كده. 3 بونت تضيعهم من الزمالك بسبب غلطة زي دي. يعني بصراحة حاجة مش مفهومة. منتخب ايه اللي انت عايز تروح تلعب فيه؟ ومنتخب ايه اللي انت عايز تشارك فيه يعني مش فاهم انا بصراحة. غلطة ملهاش أي لازمة وما تطلعش من حارس دولي نهائي، وفي وقت صعب جدا، وأنت طول الماتش طالع وعمال تمسك لي عرضيات وتطلع كور وبتاع ومش عارف إيه، جاي في آخر دقيقة وتعمل حاجة زي كده. يعني بصراحة، يعني العيب مش عليك. العيب مش عليك، العيب على اللي خد قرار إن محمد صبحي هو اللي يقف النهاردة. محمد عواد هو اللي كان المفروض يشارك في الماتش، واحنا استغربنا ان محمد صبحي هو اللي هيبقى موجود. احنا كنا عارفين قبلها بيوم ان محمد صبحي هو اللي هيلعب. بس العيب مش عندك، العيب على اللي خد القرار وخلى محمد صبحي هو اللي شارك بدل من محمد عواد. طب يعني واحد يقول لي ما هو الماتش كان فاضل له دقيقتين، ولو كان الماتش خلص ما كانش حد هيقول كده. لا، هو ما فيش حاجه بتحصل صدفه. ما فيش حاجه بتحصل صدفه. اللي حصل ده حصل بسبب ان محمد عواد اتظلم. محمد عواد كان المفروض يقف في الماتش ده النهارده، ومحمد صبحي هو اللي واقف مكانه. مين بقى اللي خد القرار؟ يعني هو اللي يتحمل المسؤوليه، مع اننا احنا عارفين مين اللي خد القرار. هو بقى اللي يتحمل مسؤوليه الهدف، ويتحمل مسؤوليه ان احنا الثلاثه بونت ضاعوا مننا النهارده. يعني احنا لمين فلوس المواصلات اصلا عشان نروح. احنا ظروف النادي زي الزفت. يعني الفوز ده كان هيجي في وقت مهم جدا، وكان هيبقى معنوي كويس جدا للزمالك. فيعني بصراحة غلطة، يعني غلطة يعني لا تغتفر لمحمد صبحي في وقت صعب. بس هنرجع نقول الحمد لله في الأول في الآخر على البونت. واحنا لسه في المنافسة طبعا، ولسه مرشحين بقوة نكسب الماتش بتاع المصري اللي جاي. هنبقى أول، وهنبقى بنسبة 90% صعدنا. بس خلينا نشوف بعد التوقف الدولي ان شاء الله. احنا الزمالك داخل على اهم 50 يوم تقريبا في في حياة النادي في الفترة الحالية. وخلينا يعني بكرة ان شاء الله في حلقة مهمة جدا على اليوتيوب، هنتكلم عن الجولة الثانية للفرق المصرية المشاركة في البطولات الافريقية، عملت ايه في الجولة الثانية. لينك الشانل بتاع اليوتيوب هتلاقوه في البايو. ولو لسه مش عامل فولو، اعمل فولو دلوقتي حالا واعمل لايك للفيديو، واشوفكم على خير.